بسم الله. انا اسمي جرجس ومن البلد الجميله ديت اجدادي وابويا وامي وكل الناس الحلوه اللي قعدت على البلد ديت وعاشت طول عمرها واحنا طلعنا من بعدهم. فالبلد دي جميله جدا 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 باهلها وناسها، وتراب مصر غالي جدا جدا جدا، والمصري اصلا غالي جدا. اتعلمنا ان احنا نكون ناس حلوين مع بعضنا. اتمنى يا رب من ربنا ان احنا نكون على طول الدوام حلوين. وعشان كده انا راجل بسيط جدا وبعمل في محل احذيه، بصلح احذيه. وطبعا المجال دوت والدي الله يرحمه كان هو صاحب المكان دوت، وانا طلعت ورثت عنه المهنه علشان تكون المهنه ديت حاجه على طول موجوده. انما ما بقاش فيه دلوقتي العمل الحرفي بقى مش موجود، يعتبر ان هو انقرض. المهن الحرفيه كلها من صناع واصلاح وكل دوت بقى مش موجود. بقى الاهتمام كله بقى بالتعليم، وطبعا التعليم من غير صنعه ما ينفعش. مش كلنا هنقعد على مكاتب ولا كلنا هنبقى حرفيين، انما انا بقول ان احنا يكون معانا الصنعه جنب التعليم، لان مفيش حاجه لوحدها بتنفع، لازم الاثنين يكونوا مع بعض. كمان انا يعني بطلب من الناس اللي هم الكبار، الساده الوزراء العظام، ان هم يهتموا بالحرفيين، الشباب الصغيرين. ما بقاش في حد موجود. بطلب من ربنا ان هو العزيز الحكيم ان هو يوفقنا ويخلينا فوق. اتمنى من ربنا يا رب، اتمنى من ربنا يا رب ان الدنيا كلها تكون عند مصر، والثراء كله يكون في مصر، والخير كله يكون في مصر. الحمد لله. شكرا.